ممكن اقول حاجه يا جدعان قبل ما ابدا الفيديو؟ المايك ده مش شغال، وانا ماسكه زينه بصراحه، يعني هو ما بيعملش اي حاجه. الصوت مش بيطلع من هنا، الصوت بيطلع من المايك بتاع اللابتوب هنا. ماشي. في كوكب الارض اللي احنا عايشين فيه، انا مش عايز اقول مقدمه من غير ما نبدا الفيديو. يلا بينا يا جدعان، هتموتوا ضحك يا جدعان، هتموتوا ضحك، هتموت. وانا كنت بحضر للحلقه دي، قابلني كتاب. المفروض ان الكتاب ده بيدافع عن حقوق المرأة. اسم الكتاب المرأة والجنس. يعني تخيل كتاب بيدافع عن حقوق المرأة اسمه المرأة والجنس. الكاتبة اسمها أصلا يمال السعلوي. قعدت تفكر كده، أنا عايز أدافع عن حقوق المرأة، فعمل كتاب اسمه المرأة والجنس. لا تحسها صعدت الموضوع تصعيد غير مبرر كده، الناس بتطالب بحقوقها وتمكين المرأة وبتاع، راحت هي قعدت تفكر كده وبيطالبوا بتمكين المرأة، بس أنا ألف كتاب اسمه المرأة والجنس. واخدت بالي من حاجة برضه، إن المراحل بتاع حقوق المرأة بيسموها الموجة. فيقول لك مثلا الموجة الأولى من الفيمينست، الموجة التانية من الفيمينست، الموجة التالتة موجة كوميدي. بعدين يا جدعان، يعني الخناق بين الفيمينست والذكوريين في مصر، انتوا أغبياء فشخ يا جدعان. يعني هما نفسهم مش عارفين هما بيطالبوا بإيه، ولا هما بيدافعوا عن إيه، ولا هما عايزين يوصلوا لإيه أصلا. وبعدين من إمتى احنا اتعلمنا إن احنا ندافع عن حقوقنا يا جدعان؟ يا ريت تعمل لايك وشير وسبسكرايب، واضح انك شخص محترم. وكمل الفيديو. تخيل معايا مثلا لو احنا سوينا فعلا بين الراجل والمرأة بنسبة 100% بالظبط، يعني انت سويت الراجل بالمرأة بالظبط، ساعتها المرأة تبقى شايفة ان هي ممكن تشتغل مع عمال العتالة عادي، تطلع تشتغل في العتالة وبتاع. تخيل بقى معايا كده، تبقى انت عامل البناء اللي هو بنا، يعني قاعد في الدور السادس، والمفروض في طوب تحت في الشارع، الطوب ده يطلع لك الدور السادس عشان تبني بيه، تكمل تعمل اي حاجه بالطوب ده محتاجه، يعني المهم. فانت دلوقتي قاعد مستني مدام عفاف بتشيل طوب على دماغها مش على كتفها في الشارع، وهتطلع لك بيه بقى، فتلاقيها اتاخرت فشخ عشان مدام عفاف بتختم ورق في الدور الرابع. طب تخيلوا معايا لو الحيوانات بقت هما كمان فيمينيست، فتلاقي في فرخه راحت تقول لي ديك واكيد يا اسطى مستني فرخه تتكلم، يعني استنى اقول لك ان الفرخه قالت حاجه، اكيد مش هفهم لو قلت له حاجه يعني. فممكن تكون الفراخ فيمينيست، انا اعرف منين؟ لا بس تخيل معايا لو قدرنا نفهم لغه الفراخ وكده، واكتشفنا ان الفراخ هما كمان فيمينيست، وبيدافعوا عن حقوق الفرخيه وكده. فنكتشف حوار ان الفراخ مثلا، ان الفرخه مثلا رافضه ان هي تقعد على البيض، مش عايزه ترقد على البيض مثلا. فتروح الفرخه قايله للديك انا مش هرقد على البيض، فيروح الديك قال لها. الحوار اللي داير حاليا بين الفيمينيست انا ليه بقول فيمينيست؟ الحوار اللي تعالى نغير كلمه فيمينيست، عشان حاسس ان انا عمال املى الفيديو فيمينيست فيمينيست فيمينيست. الحوار اللي داير حاليا بين الذكوريين والنسويه بيفكرني بالخناقات بتاعتنا لما كنا في الابتدائي. كنا بنبقى مقسومين برضو فريقين كده، فريق ولاد وفريق بنات، وكنا بقى كأننا سوراجيين وكده ونقعد نغني. فكان من ضمن، انا ما بعرفش مش عارف اتكلم يا جدعان عشان بقالي فتره ما صورتش، فتلاقيني عمال اقول اي حاجه في اي حاجه. يعني هو انا من امتى كنت بقول حاجه صح يا مان؟ لو بصيتوا على الفيديوهات اللي فاتت كلها تلاقيني كنت بقول اي حاجه في اي حاجه. المهم احنا الولاد كنا مطلعين اغنيه وقتها، واحنا كنا في الابتدائي كنا بنقول عربيه الصبيان ماشيه منوره، عربيه البنات وقعت في كان في اغنيه برضو نقولها واحنا صغيرين، كانت بتقول البنات صراصير البلة. ويوم بقى لما البنات فكرت تعمل علينا اغنيه وقتها، كانت اغنيه طويله يعني، حتى بيبمبقوا كتير. هم كانت بتقول الاغنيه بتاع البنات 6 في 6 ب36، والصبيان مش نافعين لا في عربي ولا في دين. ايه البضان ده يا اسطى؟ لو حاسس انك ضحكت او اتبسطت معانا او حتى اتبضنت، يبقى الفيديو ده نجح في ان هو يوصل لهدفه. يا ريت تعمل لايك وشير وسبسكرايب. وفي نهايه الحلقه، لا الرجاله اعداء
ولا الستات كائنات فضائية. والمرة الجاية هنعمل فيديو عن الرجل. المرة الجاية هنعمل فيديو عن الرجل. يا جدعان بتضحك فشخ يا جدعان. ماشي يا جدعان، المرة الجاية هنعمل فيديو عن أي حاجة. يا ريت تكتب رأيك في الكومنتات وتقول لنا نعمل إيه عن المرة الجاية. حلقة سريعة جدا، ونلقاكم على خير ونتألم جميعا سويا في برنامجنا إن شاء الله.